اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. يا مساء الهنا، يا مساء الفل، يا مساء الياسمين. شايفين البرنجانه العظمه دي؟ اقسم بالله هنعمل منها وصفه تحفه جدا، وانا بحلف علشان انا فعلا دقتها. بس قبل ما نعمل اي حاجه كده، بالله عليكم بالله عليكم لا تشوفوا الفيديو اقل ما يمكن، بس دقيقتين دقيقتين. لو الفيديو بتاعي عجبكم كملوا، وعلى دماغي وعلى عيني وعلى راسي. لو ما عجبكوش نطلع بهدوء. وحصل لنا الشرف لمروركم الجميل السعيد الكريم. زي ما قلت لكم هنعمل وصفه تحفه جدا. هتعملي ايه احلام بالبرنجانه دي؟ هعمل لكم طبق كامل متكامل يكفي افراد اسرتك على حسب العدد، وانت ممكن تزودي زي ما انت عاوزه. بس طعمها خرافه جدا. الوصفه اللي هنعملها دي قشرنا البرنجانه بتاعتنا وقطعناها لقطع كده زي ما انتم شايفين، وهنعمل مع بعض وصفه جباره. هنعمل كفته البرنجان. ازاي احلام؟ تعالوا مع بعض نمشي خطوه خطوه ونسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بجد بجد يسلم ايد اللي اخترع الوصفه دي، وانا شفتها على النت وقلت لازم اجربها لكم وتشوفوها واحكم بجد اذا كان طعمها فعلا حلو ولا لا. بتمنى ان كلكم تجربوها وتسيبوا لي رايكم في الكومنتات، لان هي بجد تستاهل التجربه. اقسم بالله ولادي اكلوها وما عرفوا ان هي برنجان غير لما انا قلت لهم. طعمها حلو جدا بامانه، حلوه قوي قوي يعني. فانا والله العظيم انا كنت مسجله فيديو تاني خالص، وفيديو تاني اللي هينزل لكم خالص. لما عملت الوصفه دي النهارده واتغدينا بيها لقيتها طعمها حلو جدا. قلت لا لازم تنزل وتجربوها. من كتر ما الوصفه حلوه بتكلم عليها كتير. حطيت 3 معالق زيت، وحطيت عليها البرنجان وقلبته كل 3 4 دقايق. تقلبيه كل 3 4 دقايق تقلبيه. احنا ممكن نشويه بس احنا مش عايزين ميه كتير، عايزين بقدر الامكان الوصفه بتاعتنا دي تكون بدون ميه. كفايه المواد اللي هي اللي بقى فيها ميه شويه، زي البصل، الطماطم، فلفل، كزبره، فلفل رومي، معلقه توم كبيره، معانا كمان مكعب مرق خضار. تمام كده. يبقى عندك بقى فلفل رومي اصفر او احمر ممكن تضيفيه، انما انا ما كانش عندي غير الفلفل الاخضر فعملته وقضى الغرض وكان زي الفل. خلطت المكونات دي مع بعض. بصله بشرناها ناعم، وحبايه من الطماطم، وفلفل رومي، قرنين من فلفل رومي، ولو عندك زي ما قلت لك الوان حطي. كزبره، معلقه توم، كزبره خضراء، معلقه توم، مكعب مرق خضار. حطينا بقى البهارات بتاعتنا. اللهم صل على النبي. حبة كده صغيرين من الكمون، الكزبرة، البابريكا عشان يبقى لونها ميال للحوم كده شوية. معانا كفتة يا جماعة، كفتة ومش أي كفتة، طعمها تحفة وصيامي جميلة جدا. الوصفة اللي معانا دي صيامي حلوة قوي. معانا كمان نص معلقة من بهارات الكفتة علشان الموضوع بقى يبقى كفتة كفتة يعني. ومعانا كمان نص معلقة صغيرة من السبع بهارات. واللهم صل على النبي. حطينا كمان البرنجان اللي احنا سويناه لما اتهرس معايا خالص، اتهرس معايا خالص كده زي ما انتم شايفين. ابدا كده اخلطه بالخليط اللي معايا ده كله كده في قلب الخليط زي الفل. حطينا بقى انتي البقسماط الناعم او فتافيت الخبز، او على حسب ما كل واحد بيقول. حطيناها كده على الخليط بتاعنا. البقسماط زي ما قلت لكم جيبي كوبايه جنب كوبايه او كوبايه وربع بقسماط، او كوبايه ونص على حسب ما العجينه تبقى متماسكه معاكي. افضل احط حبه بحبه كده واعجني. هي اخدت معايا حوالي كوبايه وربع او كوبايه ونص من البقسماط. وكمان حطيت بيضه، وهبدا كده اعجن بها العجين زي ما انتم شايفين. شايفين ما شاء الله. حسيت ان هي احتاجت حبه كمان. هي دي بقيت الكوبايه اللي كانت معايا، كوبايه وربع كده زي ما قلت لكم. بصراحه انا ما عيرتهاش، انا خدت كده بالقيمه. وهبدا اعجنها كده شويه، وبقى معايا عجينه متماسكه تحفه جدا. شايفين كده مع بعض. حطيت الزيت على النار تكون هاديه علشان البقسماط معايا بيتحمر بسرعه. وبعد كده حطيت مطبقيه كده فيها حبه ميه، ابل ايدي ميه واصبع كده زي ما انتم شايفين. عملتها كده بكفته مدوره كده جميله تحفه، وشبيهه للبرجر برضو يعني. انت مشاها برجر مشاها كفته زي ما تحب. وزي ما قلت لكم وصفه صيامي للناس الصايمين، لاخواتنا المسيحيين الصايمين او اللي هيصوموا. المهم ان هي وصفه صيامي يعني، اعملوها وقت ما تحبوا. شايفين ما شاء الله. ببل ايدي كده من الميه علشان اقدر ان انا اشكلها واسويها كده.
اقسم بالله تحفه. انا عماله اشكر فيها كتير عشان بجد بجد عجبتني الوصفه جدا. وزي ما قلت لكم ما كانش الفيديو ده اللي نازل خالص، بس لما عجبتني قلت لازم اعملها. وتنفع على فكره سندوتشات للصبح في الفينو اللي هو الكايزر ده، كانها برجر بالظبط. نارك هاديه لان هتحمر معايا بسرعه. طبعا البرنجان معايا مستوي، احنا بس هنستنى ان كل حاجه تندمج مع بعضها كده في الزيت. مكوناتنا كلها ما شاء الله حلوه. مش هنخاف ان في حاجه تستوي او حاجه ما تستويش. اهو شايفين كده تمام. هنسيبها بقى ايه لحد ما تاخد لون. نارك هاديه وانت شغاله. كنت ناوي احط واحده كمان، لا بس قلت لها انت كده تمام او فل. جربي كده واخترعي لولادك، علشان لو ما بيحبوش حاجه ضيفي لها حاجات كتير علشان ياكلوها ويحبوها وتغيري من طعمها. خدي بالك ما تهزهاش غير لما تتحمر. قبل ما افصل المقطع اللي فات ده انا كنت بحاول احركها لقيتها هتهرس معايا. ما تحركهاش خالص غير لما تاخد لون من فوق وتجمد وتمسك نفسها كده. اهو شايفين اخدت اللون الجميل ده. وبعدين هبدأ اقلبها معاكم. زي ما قلت لك ما تمديش ايدك عليها ولا تحركيها غير لما تاخد طبقه حمرا كده من تحت علشان تنشف معايا. شايفين مجرد ما اتحطت كده جايه هزه، لا ما تهزتش معايا علشان مسكت في المقله بتاعتي. فانتي ما تتحركهاش غير لما تاخد اللون. شايفين الجمال؟ اقسم بالله طعم حكايه. انا حلفت كتير قوي من كتر طعمتها وجمالها. كانت حلوه جدا جدا جدا. جربوها وسيبوا لي رايكم في الكومنتات. ولو ما وصلتش لحد هنا ولسه ما حطيتش لايك هزعل منك جدا. حط لايك وسيبي لي كومنت حلو لو بتشوفيني من على الفيسبوك، وقولي انت بتشوفيني من انهي بلد. ولو شفتيني من على اليوتيوب ما تنساش لايك وشير للفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناه علشان يوصلك منا كل فيديو جديد انا بعمله. والنار بتاعتك تكون هاديه علشان ما تتحرقش منك. لونها كده جميل جدا جدا، مش محروقه ولا حاجه. وزي ما انتم شايفين في ايديا زي العسل. ويا رب يا رب يكون فيديوهات اللي بتوصل لكم تعجبكم. وان شاء الله بامر الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. والى اللقاء واشوفكم على خير.